منتخب كولومبيا يقتنص بطاقة التأهل في كأس العالم لمواجهة سويسرا ليصطدم الفائز منهم بالفائز من مباراة المنتخب الوطني والأرجنتين في دور الثمانية من كأس العالم. طبيب المنتخب الوطني يسارع الزمن لتجهيز كريم حافظ لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم بعد تعرض اللاعب لشد خفيف نتيجة الإجهاد أمام استراليا. وحسام حسن المدير الفني للمنتخب يدرس اللعب بثلاثي في الخط الخلفي للمباراة القادمة حال عدم نجاح تجهيزه. محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني يخضع لبرنامج تأهيلي واستشفائي لتجهيزه لمباراة الأرجنتين بعدما تحامل على نفسه أمام استراليا وخاض المباراة كاملة وهو غير جاهز بشكل كامل. المنتخب الوطني يستعد للسفر من دالاس إلى مدينة أتلانتا الأمريكية لخوض مواجهة الأرجنتين في دور ال16 من كأس العالم، وذلك في الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء القادم. لاعبي المنتخب المصري أصبحوا أمام تحدي صعب لمنع ميسي من التسجيل في المباراة التاسعة على التوالي في كأس العالم بعدما نجح النجم العالمي في التسجيل في 8 مباريات متتالية في كأس العالم، وهو ما فشل في دفاع المنتخبات الكبيرة مثل فرنسا وكرواتيا والجزائر والأردن والراس الأخضر وهولندا واستراليا والمكسيك. في رسالة مهمة لحسام حسن الذي عانى من هذه الكرات في المباريات الماضية، ميسي يؤكد أن منتخب بلاده اعتمد أمام الراس الأخضر أمس على قدرات لاعبين مميزة في الألعاب الهوائية والكرات العالية، وكان يعلم أن المنافس لديه صلابة دفاعية كبيرة ومن الصعب اختراقه من الأطراف أو العمق، ولذلك كان هناك تركيز أكبر على الكرات الثابتة والعالية. حسام حسن يعنف عمر مرموش بسبب إضاحته لفرصة سهلة في بداية الشوط الثاني أمام استراليا، ويؤكد للاعب في جلسة خاصة ضرورة التركيز بشكل أكبر في التعامل مع هذه الفرص، خصوصا أنه لو نجح في تسجيلها لكان سهل المباراة كثيرا على زملائه. مستوى عمر مرموش في كأس العالم يصدم الجماهير المصرية التي كانت تنتظر من اللاعب مستوى مختلف تماما في البطولة وأن يكون عنصر مؤثر، وهو ما لم يحدث. جماهير الكرة المصرية تتمنى أن يتخلى الحكام عن الانحياز الواضح لميسي في كأس العالم ومنح كل فريق حقه يوم الثلاثاء القادم، وعدم منح ميسي أخطاء حول منطقة ال18 مع كل التحام، وهو ما حدث بالأمس أمام الراس الأخضر. نظرا لعدم وجود وقت كافي، حسام حسن المدير الفني للمنتخب يطالب اللاعبين بإنهاء الأفراح والسعادة والتركيز سريعا للاستعداد جيدا لمواجهة الأرجنتين. منتخب الراس الأخضر يكتسب احترام الجميع بعد المباراة التاريخية أمام الأرجنتين وإجبار المنتخب الأرجنتيني على لعب أشواط إضافية للتأهل لدور ال16 من كأس العالم وإحراز هدفين في مرماه. اتحاد الكرة يؤكد أن ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مشاركة هيثم حسن مع المنتخب في كأس العالم غير قانونية بسبب اللعب بقميص فرنسا في فئات عمرية أخرى هو كلام فارغ ولا أساس له من الصحة، ومشاركة اللاعب قانونية تماما ولا يوجد بها أي مشاكل ولا يحق لأحد الطعن في ذلك. جماهير وإعلام الزمالك يواصلان الحملة الممنهجة ضد زيزو ويؤكدان أن هناك فرقا كبيرا بينه وبين هيثم حسن، وأن عدم نزوله بديلا أمام استراليا ومنح هيثم حسن الفرصة بدلا منه كان من القرارات المؤثرة جدا في المواجهة أمس. رامي ربيعة ينتقد أسلوب الصحفي المصري بسبب السخرية من محمد هاني من تسجيله هدفين في كأس العالم بترديد كلام السوشيال ميديا، وأن مدافعي مصر يحتاجون لمراقبة محمد هاني أكثر من ميسي. إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني يدعم محمد هاني بعد مباراة استراليا ويؤكد للاعب ضرورة عدم التأثر بكلام مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنه واحد من أفضل لاعبي البطولة وليس من أفضل لاعبي منتخب مصر فقط. الشرطي الأمريكي الذي اعتدى على إبراهيم حسن يعتذر لمدير المنتخب الوطني على التعامل بطريقة سيئة مع طفل مصري كان يحاول التقاط صورة تذكارية مع تريزيجيه لتنتهي القصة التي أثارت جدل كبير قبل مباراة استراليا. فيكتور أوسومين نجم المنتخب النيجيري يحتفل بتأهل منتخب مصر لدور ال16 من كأس العالم بنشر صورة بقميص محمد صلاح الذي حصل عليه في آخر مباراة بين مصر ونيجيريا. والد محمود صابر نجم المنتخب الوطني يشيب ببرود أعصاب نجله ونزوله في الدقيقة الأخيرة أمام استراليا لتنفيذ أول ركلة جزاء لمصر في المواجهة، ويؤكد أن نجله لا يحصل على حقه إعلاميا وكان واحد من نجوم الدوري المصري الموسم الماضي ويتمنى احترافه في أوروبا أو انتقاله للنادي الأهلي لأن هذه الخطوة ستفرق معه كثيرا. مقاطع الفيديو المنتشرة لفرحة العديد من الجماهير في فلسطين والإمارات والسعودية وكل البلدان العربية بتأهل مصر التاريخي تضع على منتخب مصر مسؤولية كبيرة قبل مواجهة ميسي والأرجنتين، حيث أصبح المنتخب الآن مطالب بإسعاد وتشريف العرب بالكامل وليس مصر فقط. إشادة كبيرة من محللي الأداء في مصر بمحمود سليم محلل أداء المنتخب الوطني بعد ظهوره المؤثر قبل ركلات الترجيح لشرح طريقة تعامل حارس استراليا مع ركلات الترجيح، وهو ما ساهم في تسجيل المنتخب كل ركلات الترجيح بنجاح. أرباح النادي الأهلي من مشاركة لاعبيه في كأس العالم ترتفع إلى 190 ألف دولار عن كل لاعب بعد تأهل المنتخب الوطني لدور ال16.